الآن شوفوا يا جماعة الخير، هذا هو كتابي، كتاب رياض الصالحين. طبعا أنا أول ما شفته أخوي أعطاني إياه حكيت سبحان الله، كلام سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم لا يحرق ولا يمزق، ولو العالم كله اتأمر عليه. هذا الكتاب أخوي طال لي إياه من تحت الأنقاض، من تحت أنقاض بيتنا، وهيو هالحين بين إيدي من تحت 3 طوابق. الكتاب هذا كان موجود. طبعا شوفوا معايا الكتاب الآن نوعا ما بصحة جيدة، سليم، كأنه ما صابه أي شيء. طبعا شوفوا شوية، نفتح الكتاب سوا مع بعض ونشوف كيف أوراقه. طبعا الخط فيه منيح للي بده يقرأ. طبعا كتاب رياض الصالحين للإمام النووي. طبعا هو شوي رائحته زي ما تحكوا رطوبة. تمام، هاي اللي هو على ما أعتقد الباب الأول لأنه الخط صغير. فشوفوا صفحات الكتاب كيف، شوفوا معي، شوفوا كيف الكتاب، شوفوا نمشي شوي. طلعوا كيف، طلعوا الورق تبعه طري جدا طبعا، لكنه بصحة جيدة. تمام، أنا خايف عليه ينمزع لأنه طلع الورق تبعه، طلعوا كيف ملمسه طري جدا، طري يعني بأي حركة بسيطة بينمزع، لكنه كلام سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. طلعوا كيف. طبعا خلينا نطلع بس على آخره من هين. هاي الكتاب طبعا هو بس بده تشميس. طلعوا الورق كيف، طلعوا. هذا إله 3 سنين تحت الأنقاض. هاي الورق تبعه طري جدا، دايب دوب مع المية وريحته رطوبة وبده شوية تنظيف. لكن رب العالمين شاء انه يعني كل الاشياء اللي في البيت تروح تتدمر وتتمزع. طلع الورق كيف طري جدا، يعني حتى لما احركه لازم احركه بعناية. كل الاشياء اللي في البيت تتمزع وتنحرق الا هذا الكتاب يضل موجود على طبيعته. أنا فكرت صفحتين طلعت صفحة، فكرت صفحة طلعت صفحتين. طري جدا جدا. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. طبعا يا جماعة الخير هذا هو كتابي. طبعا من أنا عمري 15 سنة وهو معي. كنت أنا وصحباتي متنافسين عليه مين بده يحفظه هذا الكتاب. إن شاء الله يا رب أنا وصحباتي نكمل هذا المشوار، واللي راح منهم الله يرحمه يا رب ويجعل مثواها الجنة ونيالها بما حفظت فيه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. طبعا يا جماعة انشروا هذا الفيديو للناس جميعا، انشروه لجميع الناس لحتى يشوفوا ويعرفوا انه رغم كل المحاولات اللي بتصير ضد المسلمين الا انه كلام الله وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم محفوظة. رب العالمين اشاء واراد انه يحفظ كلامه، فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله. انا اول ما شفت هذا الكتاب قشعرت وكنت بدي ابكي انه سبحان الله كيف الكتاب هذا ضله موجود، ضله محفوظ تحت الأنقاض وفي منطقة كلها ركام ودمار. لكن هاي إرادة رب العالمين. كيف البيت الحجار اللي فيه تفتفت إلا هذا الكتاب ضله موجود زي ما هو موجود.
إن شاء الله، إن شاء الله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله على كل حال. حسبنا الله ونعم الوكيل. مش عارف الواحد شو بده يحكي، صدمة ولا زعل ولا حزن ولا فرح إنه ولو ذكرى وحيدة ضلت عندي، ولو فرح إنه رب العالمين أراد إنه يحفظ كلام سنة نبيه، ما أرادش إنه يتمزع ولا ينحرق. وإن شاء الله هذا الكتاب رح يضل عندي ورح أكمل حفظ فيه غصب عنهم كلهم إن شاء الله رب العالمين.